واحد زي معمر القذافي اللي راح يحتفل بمولد النبي السنة دي، راح يحتفل بمولد النبي في المسجد، فأول ما اتكلم، أول ما دخل الجامع الشعب الهمجي قعد يهتف ويقول الفاتح الفاتح، مسمينه الفاتح. فتح ايه معرفش، ونسوان تزغرط في الجامع. وبعدين اول ما اتكلم معمر عشان يحتفل بالنبي بيقول من محمد هذا الاعرابي الذي يمدحه الناس، لا تقولوا سيدنا ابدا فليس لنا سيد الا الله. اهو ده شيطان، اهو ده شيطان. وبعدين بقى مسك النبي، قال فيه كلام ما يقولوش الانبا شنودة والله. قال لك ان سنة محمد دي ملهاش لازمه، قلم احمر على السنة واشطفها، واللي هيجيب سيرة سنة محمد احنا ما فيش القرآن بس وضلالي، سنة محمد دي تشطف ملهاش عمل. وبعدين قال ان محمد ده كان راجل بيخطئ اخطاء كثيرة، وقعد لبخ اللي لبخه، ما وجد في ليبيا رجلا رشيدا يقول له اتق الله. جمال عبد الناصر قبل ما يقوم بالثورة ارتقب بعض زعماء المسلمين وخدوا عليه يمين الله على المصحف انه بعد الثورة ما تنجح اول عمل يحمله يحكم بالقرآن. قال لهم ماشي، خلاص وهنأيدك لما تقوم بالثورة. قال ماشي. جابوا كتاب الله وحط ايده عليه وقال اقسم بهذا القرآن اول الثورة ما تنجح هحكم بكتاب الله. نجحت الثورة والناس ساعدوه. وبعد كده راح له وفد قالوا له عايزين بقى تبر بالقسم. قال لهم قسم ايه؟ قالوا له انت خدته على نفسك على كتاب الله انك تحكم بالشريعة. قال لهم شريعة؟ انتوا عايزين ترجعوني لعهد الحمير؟ والله. فنفس القذافي ما لقاش حد يهاجمه غير النبي. ليه؟ حكام عملاء بيتلقوا الاوامر مرة من موسكو ومرة من واشنطن، مرة من لندن ومرة من باريس، فدول اسمهم شياطين الانس. واحد ادي الاحتفال بمولد النبي، ادي الاحتفال بمولد النبي. وبعدين مؤلف كتاب، واحدة ايطالية ضحكت عليه وخدت منه قرشين، كتاب تحت عنوان القذافي رسول الصحراء. عامل نفسه رسول ومش عارف الوحي اللي نزل عليه امتى. اهو رسول، وشعوب عايشة ومسلمين بيخرفوا، والغرب بيتحد والشرق بيتحد، والشيوعية والصليبية والصهيونية بيتكاتفوا ضد واحد اللي هو سيدنا رسول الله محمد